عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. أسماء الفهري في فيديو توضح حقيقة ما يتم تداوله حول طلاقها من زوجها سامي الفهري ورفع قضية طلاق. ظهرت أسماء الفهري في فيديو لها تنشر على حسابها الانستغرام ليلة البارح قبل حذفه، تنفي فيه ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية المعروفة حول توتر العلاقة مع سامي الفهري. ونفت أسماء الفهري الأخبار المنشورة حول قضية طلاقها من سامي الفهري، مؤكدة أن كل ما يجمعها مع زوجها الفهري أكثر من ذلك ما تم تداوله يولد قلقا لديها، ما جعلها توضح. ولحد الآن برشا عباد ماهيش فاهمة الحكاية وشنية فاش قاعدة تحكي أسماء الفهري. باهي نوضحو إنه هبط تدوينة على جريدة تونسية كبيرة ياسر ما نذكروش اسمها، وفي تدوينة له تكتب عليها: القضاء على الخط، صاحب قناة متهم بمحاولة إنهاء حياة زوجته، حيث علمنا من مصدر مطلع أن صاحب قناة تلفزية حاول قتل زوجته باستعمال آلة حادة وتمكن من الفرار، وقدمت شكوى ضده. وفق محادثنا فإن الحادثة تكررت قبل الزواج، وهو ما جعل المنتظر تقرر الانفصال وترفع قضية طلاق. وفاد أيضا مصدرنا أن الزوجة اتهمت زوجها هو صاحب قناة تلفزية وشخصية مشهورة بتعاطي المخدرات والممنوعات، وهو ما جعله يقوم بتجاوزات داخل المنزل، بالإضافة إلى ربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مطلوبين للعدالة. وفي هذا الإطار أكثر محدث أن هذه القضية أثارت أيضا على ملف القناة التلفزية التي يمتلكها المتهم في القضية، وسيتم فتح ملفات فساد متعلقة في إنتاج عدد من الأعمال التلفزية. هذه التدوينة هبطت في الجريدة التونسية واللي أثارت ضجة كبير من البارح لليوم وخلت الناس الكل تحكي عليه. برشا عباد شكوا في سامي الفهري إلى أن خرجت أسماء الفهري وفي حالة هستيرية وداخل بعضها شوي، وأنها بينت الحكاية وقالت فما خبر يدور على الفيسبوك وأنا بيدي مانيش فاهمين. وكيما شفنا زاد اللي الخبر هذا بخصوص طلاق أسماء الفهري ومحاولة إنهاء حياتها من زوجها سامي الفهري، الخبر هذا وما كانش صحيح، لكن صحيح أثار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وخلى الناس الكل تحكي عليه، إلى أن خرجت أسماء الفهري والناس كانوا ينتظروها وخرجت عن صمتها وكشفت الحقيقة وقالت أنها سمعت خبر بخصوص عائلته أثار جدل، فإنه لا صحة له. وأنا ما يعنيش باش نحكي في الموضوع وما نحبش نفسره خاطر ما يعنينيش وما نحبش نكبر الحكاية أكثر. ولكن بعد لحظات بعد ما هبطت الفيديو هذا على صفحتها الرسمية بالانستغرام، أسماء الفهري تفسخ الفيديو وتفسخ ستوري متاعها اللي هي حكاية الشيء ذا علاش وكان السبب. برشا في التعليقات في الفيديو قبل هذا شفنا اللي أسماء الفهري كانت داخلة بعضها كي تحكي، وبرشا علقوا وقالوا انه ماهوش سامي الفهري وانه صحيح الحكاية خرجت هك، يمكن اسمى جاها تهديد او حكاية ومازلنا ما نعرفوش. اما انت باش تتفرج في الفيديو ومعليك كان نشوف الرابط في الكومنتير هنا تلقى الفيديو الاسم الفهري تروي التفاصيل. وما تنساش دعمك لينا بلايك والاشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد.